السر المدفون في جنوب الصعيد، وتحديدا في قرية أثرية اسمها العرابة التابعة لمركز البلينة في محافظة سوهاج، واللي كان اسمها تنيس عند القدماء المصريين، وتعتبر عاصمة مصر الأولى. تحت طبقات من التراب والحجارة، في مكان مش بيدخله غير ناس قليلة جدا، بيختبئ واحد من أعمق أسرار الحضارة المصرية القديمة. مش مجرد مبنى عادي، ولا مجرد حيطان مرسوم عليها الهيروغليفية والسلام. ده مبنى غامض محفور تحت الأرض، بيتقال عليه مقبرة أوزوريس، الإله اللي المصريين القدماء كانوا بيؤمنوا إنه مات وبعث بعد الموت. أهلا بيكم في موضوع جديد، هاخدكم معايا في رحلة تاريخية غامضة للأوزوريون. الأوزوريون مش زي أي مكان أثري عادي. أول حاجة هتحس بيها وانت داخل المعبد إنك نازل في أرض الغموض، في عالم سري من عالم القدماء المصريين. المكان محفور بالكامل تحت مستوى الأرض، وبينول الاهتمام من ناس كتير، لأنه بيبدأ بممر طويل بيحتوي على كتابات مقدسة تخص الحساب والعقاب، اللي هو باختصار عقيدة كاملة عن العالم الآخر عند القدماء المصريين. ومفيش مكان زيه شارح النصوص دي بشكل مفسر، وعشان كده المعبد فضل مقفول لسنين كتير، وكل شوية يتم ترميمه وإغلاقه من قبل الحكومة المصرية. الناس لما سمعت إن الدخول للمكان ب20,000 جنيه، في ناس قالت الرقم خيالي، وفي اللي افتكر إن ده خاص بمعبد أبيدوس، ولكن الحقيقة الرقم ده لمبنى الأوزوريون فقط، وده نظرا لأن المكان مش مفتوح للزيارة العامة ولا ليه تذكرة زي أي مكان أثري عادي. اللي بيقرر زيارة المكان بيبعت طلب رسمي لوزارة السياحة والآثار، وبياخد موافقة خاصة، ويتم تعيين مفتشين آثار، وبيدخلوا الناس بعد إجراءات معينة عشان يحافظوا على سلامة المكان. وتعتبر 20,000 جنيه رسوم خاصة لدخول المكان، وممكن المبلغ يشمل مجموعة من الزوار لحد 49 شخص، ولو مجموعة كبيرة بيتم تقسيم المبلغ عليهم. والكلام ده كله نقلا عن وزارة السياحة والآثار المصرية. المعبد بيكون من قاعدة ضخمة فيها 10 أعمدة عملاقة من حجر الجرانيت الأحمر. الأعمدة واقفة في صفوف مرتبة بتحسسك بهيبة المكان. المية دايما بتتجمع حواليه لأنه تحت الأرض، فبتدي روح وإحساس للمكان. في علماء من دول كتير احتاروا في وجود المية لحد دلوقتي، وقالوا بسبب المياه الجوفية، وناس تانية قالت بسبب نهر صغير موجود تحت الأرض. لأن القدماء المصريين المية كانت بالنسبة لهم رمز للحياة والتطهير. السقف كان مقوس ومدفون، لكن مفضلش منه غير جزء صغير من الناحية الشمالية الشرقية. في نقوش على الجدران، خاصة في الجدار الشرقي، بتصور الملك ميرن بتاح واقف في حضرة الآلهة، وبيعتقدوا إن اللي بدأ بناء المعبد هو الملك سيتي الأول، واللي كمل هو حفيده ميرن بتاح. بيحصل خلط عند بعض الناس ما بين معبد أبيدوس، معبد الإله سيتي الأول اللي موجود في نفس المكان، وفي 7 مقصورات مخصصة لآلهة مهمة زي أوزوريس وإيزيس وحورس وبتاح وآمون ورع، وما بين مبنى الأوزوريون الموجود خلف معبد سيتي الأول، وده مكان رمزي مخصص فقط لجثمان أوزوريس، اللي في اعتقادهم إنه اتقتل واتقطع جثمانه، ولكن زوجته الإلهة إيزيس جمعت أشلاءه للبعث مرة أخرى. يعني نقدر نقول إن المكان عبارة عن مقبرة للإله أوزوريس، زي ما يكون القدماء المصريين عملوا ضريح يخلد فيه قصة موته وبعثه من جديد. وكان فيه غرفة صغيرة جدا ناحية الشمال والجنوب، وواحدة من الغرف الشرقية بيتقال إنها كانت للدفن الرمزي. وأخيرا وليس آخرا، الأوزوريون مش بس مكان أثري، انت بتدخل جوه عقيدة وعمارة وفكر وسر دفنته الحضارة المصرية من آلاف السنين تحت الأرض. مفيش صور هتوصف إحساسك وانت واقف قدام الأعمدة العملاقة، ولا فيديو هيشرح رهبتك وانت بتبص على المية الخضراء اللي بتلمح حواليك في صمت. المكان مش مجرد أثر، دي بوابة لوعي تاني
وحضارة كانت شايفة الدنيا والموت والبعث بشكل احنا لسه بنحاول نفهمه لحد النهاردة. ودي كانت حكايتنا عن مبنى مدفون تحت الأرض لسه بيحرسوا الصمت، ولسه أسراره ما نطقتش بكل اللي فيها. هستنى رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللايك والشير عشان يوصلكم كل جديد. سلام.